لو عاوزين تعرفوا ازاي عملنا طبق الكشري الجميل ده بكل اسرار المطاعم، اتفرجوا على الفيديو لاخره ويلا بينا نشوف مع بعض الطريقه. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. ودلوقتي جهزنا كل حاجات الكشري يا جماعه، ولا اجدع محل كشري، نظافه وطعم خطير. شوفوا معايا الفيديو وكملوه للاخر، هتعرفوا كل الخطوات اللي هتخليكم تعملوا احلى طبق كشري ممكن تاكلوه في حياتكم. اول خطوه هنعملها مع بعض يا حبايبي وهي سلق الحمص والعدس. قبل ما نسلق الحمص انا نقعته في الليله اللي قبلها، هسيبه يتنقع كويس، وبعدين هغير ميه واحطه في ميه جديده، وبعدين هبتدي اسلقه. وعندنا كمان العدس ممكن ننقعه قبلها بساعه او ساعتين، هو مش بياخد وقت كبير في السلق. هاخد الحاجات اللي قدامكم دي واحطها على البوتاجاز ونسلقها مع بعض، وبعدين هنكمل بقى الخطوات. ودلوقتي خلاص العدس سلقناه وكمان صفيته كويس من الميه. هحط له ملح وهحط كمان كمون واحط كزبره ناشفه وهقلب كويس. الحاجات اللي ضفتها يا جماعه بتدي ريحه وطعم حلو جدا للعدس. خلاص كده. ودلوقتي هنشوف الحمص، هختبره يا جماعه علشان اشوفه استوى ولا لسه. خلاص اتاكدت كده انه استوى. وطبعا ما نسيبوهوش يا جماعه لغايه ما يتهري علشان طعمه يبقى لذيذ معانا. ودلوقتي هنضيف الملح. خلاص كده. وطبعا انا يا حبايبي انا بحب دايما يبقى فيه في الحمص كده ميه كتير. الميه دي مهمه جدا، هستخدمها وانا بعمل الدقه، بتخلي طعم الدقه خطير. هطفي على الحمص ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي هنجهز الصلصه مع بعض. عندي بصله صغيره فرمتها ناعم. انا مش هحط بصل كتير، هي بصله صغيره بس علشان تدي الصلصه طعم لذيذ ومسكر. اقلبها كويس. انا مش بحط توم يا جماعه علشان انا الدقه عندي فيها توم كتير، فبصراحه مش بحب احط توم في الصلصه. هقلب البصل كويس لغايه ما اللون يحمر معايا، وبعدين هنبتدي نحط الطماطم. نحط الطماطم. بسم الله. انا يا جماعه عملت كميه كبيره، بحب جدا طعم صلصه الكشري، بكتر الكميه. وكمان لما بيتبقى جزء عادي بحطه في التلاجة. دلوقتي هنسيب الطماطم لغايه ما تتسبك معانا، بس في شويه اضافات يا جماعه لازم نضيفها بتدي صلصه الكشري طعم خطير، هوريها لكم دلوقتي. دي التوابل اللي هنضيفها للصلصه، هتديها يا جماعه طعم خطير وهتحسوا ان طعم الكشري مميز جدا. عندنا فلفل اسود، وعندنا كزبره ناشفه وكمون، وعندنا بابريكا، وعندنا شطه، وعندنا قرفه، وهضيف كمان ورق لورا، وهضيف كام حبه قرنفل. الحاجات دي يا جماعه صدقوني هتفرق جدا في الطعم. ودي الحاجات اللي بتستخدمها محلات الكشري، ودايما بتلاقوا الصلصه بتاعتهم طعمها مختلف عن دايما اللي بتعملوها في البيت. ودلوقتي هنضيف معلقه من السكر. السكر مهم جدا يا جماعه، الصلصه بيعادل حموضه الطماطم، تخلي الصلصه بتاعتنا طعمها مسكر وجميل. وهنضيف كمان الملح. وهنقلب كويس. خلاص كده كل المكونات اختلطت مع بعض. هسيب الصلصه تتسبك وان شاء الله هبقى اوريها لكم. زي ما انتم شايفين معايا الصلصه اتسبكت، لونها جميل جدا. خلاص كده دلوقتي هطفي عليها، ونخلي بالنا نشيل ورق اللورا وكمان حبات القرنفل عشان ما يضايقش حد وهو بياكل. خلاص دلوقتي خلاص هطفي عليها واكمل باقي الخطوات معايا. في الخطوه دي قطعت البصل شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين معايا. احط ملح يا جماعه، وكمان احط رشه دقيق. احط رشه دقيق كمان، وهبتدي اقلب كويس.
الدقيق اللي حطيته يا جماعه بيدي قرمشه للبصل، هحاول اوزعه كويس، والملح كمان عشان يبقى الطعم كويس. بس طبعا الملح يعني نحاول نخليه مظبوط، يعني ما نكتروش برضو علشان ما يبقاش البصل طعمه حادق قوي. اقلب كويس، احاول كده افكك البصل من بعضه. ودلوقتي هاخده معايا علشان خاطر اقليه في الزيت. ومهم جدا اول ما احط البصل في الزيت يا جماعه اتابعه باستمرار عشان ما يتحرقش معانا، من وقت للتاني نقلب علشان الاطراف دي ممكن تحمر معايا وتتحرق، ومن جوه هنا في النص يبقى لسه البصل ابيض. فلازم نقلب باستمرار. اول ما ياخد اللون المطلوب نبتدي نشيله ونحطه على ورق تنشيف او مناديل مطبخ. هو ده اللون اللي انا عاوزاه. خلاص دلوقتي هطلع على طول. احطه هنا يا جماعه علشان يصفي كل كميه الزيت. هخلص كل الكميه وبعدين هرجع له. وده شكل البصل بعد ما طلع معانا. بصوا يا حبايبي، سامعين معايا؟ ما شاء الله مقرمش وجميل. وكمان قطعته كله يعني نفس الحجم تقريبا علشان كله ياخد نفس التسويه ونفس القرمشه. خلاص كده، يلا نكمل باقي حاجتنا مع بعض. ودلوقتي هجهز معاكم الدقه. عندنا توم مفروم، هضيف كمون. طبعا الدقه يا جماعه بتحب الكمون كتير. هنحط كمان خل، وهضيف ملح اهو. ودلوقتي هضيف ميه الحمص. قلب كويس. طبعا انا هسيب الخليط ده شويه، السائل ده ياخد من طعم الثوم، وبعدين قبل التقديم على طول هصفيه علشان الحاجات دي وعلشان يبقى طعمه اجمل. ولو حابين تحطوا رشه فلفل اسود خفيفه، انا بحب طعم الفلفل الاسود يا جماعه، حطيت رشه خفيفه كده. دلوقتي هصفي الدقه. كده خلاص الدقه جاهزه معايا، كمان الصلصه. بقى دلوقتي يا حبايبي هسلق المكرونه وهعمل كمان الرز والشعريه. ودلوقتي هحط الشعريه. بصوا يا حبايبي، انا اخدت من الزيت اللي حمرت فيه البصل، بحب اعمل بيه الرز بتاع الكشري يبقى طعمه لذيذ جدا. وبحب كميه الشعريه تبقى نص كميه الرز. هقلب الشعريه لغايه ما تحمر معايا، وبعدين هضيف الرز. دلوقتي هضيف الرز. هقلب كويس. وهضيف ملح. قلب كويس. حط الميه. هسيب الرز يتشرب وبعدين هروح علشان اسلق المكرونه. ودلوقتي الرز بتاعنا استوى زي ما انتم شايفين يا جماعه، مفلفل وجميل جدا. دلوقتي هضيف العدس وهقلب كويس. بحب اضيف العدس مع الرز عشان الطعم يبقى جميل جدا. هقلبهم كويس. دلوقتي يا حبايبي هنا الميه سيبتها لما تغلي وبعدين حطيت لها ملح. ودلوقتي هحط المكرونه. بسم الله. هحط كمان مكرونه سباجيتي بيبقى طعمها لذيذ في الكشري. وطبعا المكرونه لازم نقلبها كل شويه علشان ما تلزقش ولا تعجن.
اول ما تستوي هصفيها وهوريها لكم. دلوقتي حبايبي صفيت المكرونه بعد ما اتسلقت. هحط لها كده معلقتين من الزيت اللي قليت في البصل كده، اقلبها. الزيت ده هيخلي المكرونه ما تلزقش في بعضها، وكمان هيدي طعم حلو قوي للمكرونه. دلوقتي حبايبي لو حد عاوز ياكل حاجه مشطشطه هاخد من الصلصه. انا الصلصه هنا حطها على النار مش تبقى سخنه. هاخد كده حبه صلصه واحط شويه شطه. طبعا الشطه تحطوا الكميه اللي انتوا عاوزينها، الناس اللي بتحب الحاجه الحاره يا جماعه تحطوا براحتها. الصلصه التانيه طعمها مظبوط خاصه لو في اطفال، لكن دي للناس اللي بتحب الحاجات المشطشطه شويه. ودلوقتي جهزنا كل حاجات الكشري يا جماعه، ولا اجدع محل كشري، نظافه وطعم خطير. عندنا البصل المقرمش، وعندنا الحمص، وعندنا المكرونه المسلوقه، وعندنا الرز بالعدس. جهزت كمان الشطه، وجهزت كمان الصلصه والدقه. يلا بينا نغرف احلى طبق كشري. طبعا التقديم يا جماعه تقدموا بالطريقه اللي انتوا عاوزينها. بحب احط المكرونه الاول، وبعدين هحط الرز بالعدس، كده حبايبي. ودلوقتي هحط الدقه. عاوزه اقول لكم الدقه بميه الحمص يا جماعه طعمها خطير. احط كمان الصلصه، واحط البصل مقرمش، عاوزه اقول لكم الطبق ما شاء الله تحفه. احط كمان حمص، ودلوقتي نحط الشطه زي ما نحب طبعا. ايه رايكم حبايبي؟ اجمل طبق كشري ممكن تعملوه، اتحدى بيه المحلات، طعمه روعه. اتمنى تجربوا طريقتي وان شاء الله تعجبكم. مع السلامه حبايبي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.